اتفرجت امبارح على فيلم درويش. فيلم درويش اللي بيأكد ان المستشار تقريبا كده بينام ويقوم بيحلم بمصر. يا هلو يا صرمو. يا جماعة انا عايزة كل الممثلين اللي بيشتغلوا معاه يتفرجوا على اللقاء بتاعه اللي اتكلم فيه عن المصريين وبيرد على الحاجات اللي هم بيقولوها، وان انتوا ما علمتوناش، انتوا علمتونا بفلوسنا، ان مصر دي طول عمرها بلد محتلة. بينسبوا لنفسهم انجازات الاجانب هم اللي عملوها، والاحتلال هو اللي عملها، وبينسبوا لنفسهم هم طول عمرهم عايشين على قفا الاحتلال، والكلام بتاعه اللي هو يعني اكد صرمه من من مصر. يا هلو يا صرمو. آه الفيلم يعني ظاهريا بيبان ان هو عايز يقول ان الرموز الوطنية او الرموز التاريخية هم في الاول وفي الاخر بشر، ليهم مميزات وليهم عيوب. ده المفروض ان هو ده المسج بتاعت الفيلم. لكن السم اللي بيندس جوه العسل هو الحوارات اللي طول الوقت من اول الفيلم لاخرها بتتردد وبتتقال. زي مثلا اللقطة بتاعت دينا الشربيني لما بتقوله الاحتلال دلوقتي بقيت وطني، ما انت طول عمرك بتشتغل معاهم يعني ايه فيما معناه ايه؟ لو انت طول عمرك ما عندكش مشكلة في الاحتلال، احنا طول عمرنا محتلين وعادي جدا بنشتغل معاهم ونسترزق منهم ونعيش على قفاهم والكلام ده. طول الفيلم مسج، انا اصلا المسج اللي انت عايز تقولها اللي يسرى في اخر كام ثانيه طلعت قالت ان انا لسه بحبه برغم ان هو كان نصاب، برغم ان هو مش عارفه ايه، ما كانش بطل. انت عايز تقول بجد آه، الرساله اللي انت طول الوقت عايز تبينها ان احنا ملناش تاريخ، ان احنا التاريخ بتاعنا كله مزور، ان احنا كان بيتم انتقاء السيناريوهات اللي تتوزع بين الناس عشان تصدقها، لكن في الحقيقة احنا ولا لينا بطولات ولا لينا تاريخ ولا اي حاجة. ده اللي انت نفسك توصله او تحاول ان انت بالفلوس اللي بتنتج بيها افلام تغير ثقافة. انسى، مستحيل. احنا حضارة مصر وتاريخنا وشعبها عارف كده زي الشمس كده ونور الشمس، حاجة كده ولا عمرك هتقدر تخفيها ولا تمحيها ولا ما تحاولش. يعني الممثلين دول اللي بيشتغلوا معاك، المصريين بيشتغلوا معاك بيقلبوك، هما بياخدوا فلوسك في الاخر بيسترزقوا من وراك، لكن اللي انت بتسعى ليه عمرك ما هتطوله. وكفايه صرم بقى من ناحيه مصر، يعني لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا، اعترف بيها. انت كان نفسك تبقى مصري يا راجل، انت موهوم بينا. خفة دمنا وحركاتنا هتموتك. بجد والله. انت كان نفسك تبقى عندك الروح دي، مش هتعرف، مش عندك. ارضى بقى بنصيبك. كل اللي انت تقدر تفتخر بيه ان انت تكتشف اكتر في الحضارة دي، تساهم في ان انت تنشرها، تديها حقها، تحاول ان انت لو في حاجات حاليا بسبب الظروف الاقتصادية او السياسية او ايا كان مغيرة الطابع المصري او مشوهاه، تحاول ان انت تساهم في ان انت ترجعه. لكن اللي انت بتعمله تمحيه، تغيره، تنكره، انسى.